السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي شخفار. حلقتنا لهذا الأسبوع بعنوان مؤامرة قطر. خلكم معاي لبعد الفاصل. أهلا وسهلا فيكم إخواني وأخواتي مرة أخرى. طبعا عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع قلت لكم من ساعة، ألا وهو مؤامرة قطر. مؤامرة قطر يا إخوان صارت نفس السم الحية اللي الكل قام يتكلم عنها الحين. أنا بس في موضوع باط شابتي وايد اللي هو قطر ومؤامرة قطر. طبعا من حوالي 18 سنة حاولت قطر ان هي تاخذ جزر حوار، وحق اللي طبعا كبار بالسن نفسي ونفس مخرجنا الشيب اكو قاعد ورا يتذكر هالموضوع، موضوع حوار وش سوت قطر وزورت 84 وثيقة ودخلت روحها في محاكم لا هي بقدها، وفي النهاية فشلت روحها وطلعوا بلايا حمص. فمعناته مؤامرة قطر والعقدة النفسية اللي فيهم هذا الشيء طبعا بادي من زمان. العقدة ذي موجودة من زمان، عقدة اللي احنا نسميها عقدة الأبهة أو عقدة المشيخة أو عقدة الشخص اللي فيه نقص. قطر صايره الحين كأنها نفس، شفتوا السبال الصغير اذا بيطالع الغوريلا شلون كله يحس روحه بنقص ويسوي حركات قدامه ويقعد يتقلى ويقشر موز قدامه، هذه بالضبط يعني قطر الحين. فحركات قطر بدات من 18 سنه اذا يمكن مو بقبل. مؤامره قطر خطره جدا، انا ما بتكلم عنها هي ولا بطول عليكم الحلقه، خلكم معاي بس بروح ذاك ستيج عندي بعض النقاط البسيطة ابى اشرحها لكم وانتم يعني اقتنعوا او يمكن ما تقتنعون. خلكم معاي لبعد الفاصل. احنا من ساعة تكلمنا قلنا عن المؤامرة الخطرة اللي تسويها قطر. طبعا بس حبينا نشرح نقطة اللي هي المؤامرة الخطرة ذي اللي تسويها قطر مو بلنا احنا، لا لها هي. المؤامرة الخطرة لها هي، وحاطة الشعب القطري اللي احنا نحبه ونعزه ونعتبره نفس اهلنا حاطينهم في وجه المدفع. يعني تعال انت يا قطر الحين خططي وسوي وتآمري، وعقب لنحازت الحزه اكو شعب قطر كان موجود هو اللي بيرد عليكم في التويتر، بيرد عليكم في الفيسبوك، وهو اللي بيسافر، هو اللي بيتكلم، هو اللي بيدافع. ليش؟ لانه عباره يا زعم من شارينهم بالفلوس. المهم قطر حاولت ان هي تدخل روحها في مواضيع اكبر منها بكثير، ألا وهو الانقلاب على دول الخليج، السعودية والإمارات والبحرين والكويت، عن طريق دعم الإخوان المسلمين وعن طريق دعم الحوثيين في اليمن لزعزعة الأمن السعودي في جنوب السعودية، وعن طريق الإخوان المسلمين في الكويت، وعن طريق الإخوان المسلمين في الإمارات، وعن طريق الإخوان المسلمين والشيعة الإرهابيين بالذات في البحرين. زين ايش قامت تسوي قطر؟ تدعمهم بالفلوس، بترول وغاز وطيران وبيزات عندنا، مخماميش، سياسة. تعال احنا بندعم الحين الحوثيين والانقلابيين. ليش؟ كله علشان بس انهم موقعين اتفاقية امنية مع امريكا. جات امريكا وحطت اكبر قاعدة في اي دولة في العالم غير امريكا، حطتها في وين؟ في قطر. وقطر مستقوية بالامريكان وصايرة كأنها لعبة في يد الامريكان.
انزين ايش قامت قطر تسوي؟ قناة الجزيرة. قناة الجزيرة اللي تهجمت ليل نهار على البحرين، تهجمت على السعودية، تهجمت على مصر، وصار انقلاب في مصر بسبة قناة الجزيرة، وسببت الانقلاب وزعزعت امن في ليبيا، وسببت نفس الشيء بالضبط اذا مو اكثر في تونس. وقناة الجزيرة قاعدة تسبب على جميع دول العالم الحين، وكل ذي بسبة سياسة قطر. قطر وسياسة قطر، انتوا شوفوا شلون بس. قطر قالت تبي تسوي حلف، سمته بالحلف الثلاثي او الرباعي، ما اعرف سمته، بس الحلف يتكون من تخيلوا انتوا بس، يتكون من تركيا وايران وباكستان. لكن شوفوا سبحان الله، من اللي كشف اللعبه دي كلها؟ من اللي خبر السعوديه بالمخطط الصفوي او المخطط اليهودي او الصهيوني او المخطط القطري؟ يمكن بعد نقدر نقوله باكستان. तुम प्यार से देखो तुम प्यार से देखे انتي عزبي جو بالحب شريكي انتي اللي ظلمتيني حفظتيني عفيسة انا ما يبيكو انت مو شريكي فارجني تراني اليوم محترة نهيسة. يعني انتوا الحين يا قطر حاسبين روحكم دولة خليجية وعربية وإسلامية. باكستان صارت أحسن منكم؟ باكستان دولة إسلامية لكن مو بدولة عربية ولا دولة خليجية. أحسن منكم أنتوا يا الخليجيين يا قطر. المهم أن باكستان قامت وخبرت السعودية بالمخطط، وهني بدأت الأزمة. أنا عندي بعض النقاط بتكلم فيها وبحط لكم كم من سلايد هني عن المخطط وعن بعض الأمور اللي صارت في قطر. خلكم معاي لبعد الفاصل. أنا قبل الفاصل قلت لكم عن الحلف، بس نسيت شغلة واحدة لا وهي إسرائيل. إسرائيل ترى وياهم بعد في الحلف، وكانوا يبون باكستان تكون معاهم للقوة عسكرية وسياسية طبعا. ومن كذي باكستان ما رضت وراح تقول حق السعودية. ليش سوت كذي قطر؟ ليش تآمرت وتبي تتحالف مع هذه الدول؟ لأنها صارت منبوذة في دول الخليج، منبوذة. خلاص بالبحرين يقولون خياسهم طلع، ريحتهم فاحت، سياستهم انكشفت، مؤامراتهم عرفناها. قامت تبي تحط يدها مع اليهود، مع اليهود. ليش؟ انا ما اعرف. كله يقولون عشان مستقبل، عشان بيزات، وعشان الامريكان. فاصل وارجع لكم. الشيخ تميم راح زيارة سرية إيران، وعقب ما رجع من إيران صار تفجير الديه الإرهابي. قطر هو وراء هذا العمل الإرهابي، فكان هناك اجتماع طارئ لوزراء الخارجية في الرياض واستغرق لمدة 9 ساعات متواصلة. كان هناك في تراشق بالكلام ما بين وزير الخارجية البحريني وقطر، وقطر تتهم البحرين بأن هي والمملكة العربية السعودية وراء الانفجار الذي حصل في الدوحة عندما قالوا انه هو سلندر غاز. هو لم يكن سلندر غاز، ولكن هو كانت عملية إرهابية وصلوا فيها القتلى إلى 47 شخص، وهذا حسب قول وزير الخارجية القطري. إن هذا ايش معناته؟ معناته انتم يا قطر تعترفون ان انت واللي سويتوا التفجير في الديه؟ هل معقوله هالكلام؟ البحرين انت عندكم تفجر قنبله اللي قصيتوا وشذتوا على الناس، قلتوا ان هذا سلندر غاز؟ هذا سلندر غاز؟ انتم كم عدو عندكم في العالم؟ ايش معنى البحرين؟ بس يعني بس لان انت والحين قاعد تدعمون الارهابيين في البحرين حطيتوها بس علينا احنا اللي احنا مفجرين هذه القنبله؟
تفجرون الشرطه وتهربون اسلحه. انت عبالكم احنا ما ندري من وين تهربون الاسلحه والمتفجرات؟ عبالكم الديره ما تدري عن طريق البحر والجي بي اس والنقاط والطراريد. ها اقول طراريد يتمشونها بالعدال والنقاط الاحداثيات، وتسحبون الاسلحه والمتفجرات من تحت البحر. حاطين لنا فلوتر صغير يرتفع قدم واحد فوق سطح فوق قوع البحر عشان ما يطق الحصى. نكشفكم الاعيبكم كلها ترى معروفه، وندري ان انتم اللي قاعد تدعمون الاسلحه وتهربون الاسلحه البحرين. وللاسف الشديد نحن البحرين مو قاعدين نعلن عن ذي الشيء. كل البحرين تدري، وزاره الداخليه تدري، وزاره الخارجيه تدري، جهاز الامن الوطني يدري، قياداتنا تدري، كل من يدري والشعب يدري وكل من داري. لكنها خلاص مسخت. انت يا قطر والحل معاكم يعني بالضبط. شو الحل معاكم؟ مسختوها. انتم لا تنسون روحكم ترى دوله نتفت اسم قطر كاتبينه على السعوديه في الخارطه. اوكي البحرين تقولون لي اصغر، ما عليه البحرين اصغر، ما اوكي ما عندنا مشكله. من انتم قدام السعوديه؟ من انتم قدام الامارات؟ وخير يا طير عندكم فلوس زين وبعدين هل معناته ان انتم تقلبون ضد الاسلام؟ ضد العروبه؟ كلها عشان بس دعم اخوان المسلمين؟ وهذا القرضاوي ذي هالعله هالدثوي طالع لي على قناتكم ذي الحقيره يدعم الاخوان المسلمين في الامارات ويسب المشايخ السعوديه. من انت عشان تسب المشايخ السعوديه والامارات؟ وانتم يا قطر كل يوم الثاني طلعتوا لنا بفيلم على قناتكم الحقيره ذي طالعين فيها اكاديميه التغيير. ومقدرات الامه ومقدرات الخليج ضيعها هذا الجيل التعبان اللي يحكم الامه. يريدون تعملوا تغيير كبير في حاكم صار له سنين طويله والبلد ميته، فاسهل طريقه لاحداث تغيير هو ان نغيره. وتقولها بعين وقحه ايضا. طز في اكاديميه التغيير. ومن اكاديميه التغيير وغير اكاديميه التغيير؟ من انتوا اللي زعم تسوون تغيير في العالم؟ انتوا من؟ لا تنسون قوتكم امام الله. قوتكم شنو قدام الله؟ حبل الكذاب قصير. وتذكروها يا قطر، حبل الكذاب قصير. لكن للاسف الشديد ما حصلتوا ناس ترجعكم من قبل، لكن الحين حصلتوا ناس ترجعكم والحمد لله رب العالمين. سحب السفراء كانت خطوة موفقة من المملكة العربية السعودية ومن دولة الإمارات العربية المتحدة ومن مملكة البحرين. أنا الحين بعطيكم نبذة بسيطة ليش سحبوا السفراء. خلكم معاي لبعد الفاصل. سحب السفراء ما يعبث. سحب السفراء ما يعبث يا قطر. يا قطر ترى قربلتينا وقربلتي العالم واذيتينا وانت اصلا حشره من الحشرات. يعني لدرجه ما منكم حتى امان. صوتوا حتى ضد الامارات في معرض اكسبو. ليش ما ادري. كاس العالم دفعتوا رشاوي والكل يدري به. خلاص مو كل شيء شرى بفلوس. اذا انتم تظنون روحكم ان انتم تشترون بفلوس بعدين يمكن الناس تقدرون تشترون بفلوس، وكل يرى الناس بعين طابعه. الحين اخليكم مع الفيلم القصير قبل لا اقول لكم ليش والسبب الحقيقي لسحب السفارات. الشيخ تميم قام بزيارة سرية غير معلنة إلى إيران، وبعد هذه الزيارة حصل العمل الإرهابي في داخل مملكة البحرين. دولة ترفض الاعتراف بالأعراف وبالتاريخ وبكل شيء. دولة قررت انها تبقى في عزلة. دولة قررت انها تبقى مارقة. دولة قررت انها تمول عدم الاستقرار.
إذا كان في قلب حد ذرة من شك لعمالة السياسة القطرية للأمريكان وللصهاينة، فالنهاردة السعودية والبحرين والإمارات بتكشف. سوءة حاكم قطر صارت مكشوفة لا يسترها ولا حتى ورق التوت. سياسة قطر العميلة الوضيعة باتت عارية تماما بفعل الأشقاء والشركاء كمان في مجلس التعاون الخليجي. أكاديمية التغيير يعني جاء حاضر فيها عزمي بشارة عضو الكنيسة الإسرائيلي الذي افتعل حادثة في الكنيسة ومشاجرة وعراك وخناقة كما نقول في الخليج، وطرد على قوله من إسرائيل وجاء ليبث الفتن في خليجنا العربي. هذا مكانه الصحيح أن يعود من حيث أتى، أن يعود إلى الكنيسة، أن يقول لجماعته بأن مشروع الكنيسة فركش في الخليج. لازم تعرفوا وحدة المصير، لازم تعرفوا انه في محكمة اماراتية كانت بتحكم على تنظيم للاخوان المسلمين، لازم تعرفوا اللعب على حدود السعودية في اليمن، الدعم اللي بيقدمه القطريين للحوثيين، والسعودية قالوا لهم عيب، عيب، ما ينفعش كده، ما ينفعش حد يلعب عندنا في الحدود، ما ينفعش يا قطر، ما ينفعش تتعاوني مع ايران. انما قطر ابدا، لان قطر مش بايدها، مش بايدها قطر تعمل الكلام ده. الامريكان بيقولوا لها لازم، وفعلا قطر ضربه فورتينا في مجلس التعاون الخليجي، وضربه فورتينا في التعاون الخليجي، فورتينا انه يحصل بعثره. ايه اللي مستفيداه قطر النهارده؟ ايه اللي مستفيداه؟ سيبكم من مصر، ماذا تستفيد قطر من الحاجات اللي بيتم دعمها في البحرين وعمل قلاقل في البحرين؟ سحب السفراء خطوة موفقة من السعودية والإمارات والبحرين. طبعا انتم قطر حطيتوا روحكم في موقف وايد كريه. اللي سويتوه في مصر شيء ما يسكت عنه، ومصر ما بتسكت عن ذي الموضوع. طبعا شعب قطر غني عن التعريف بحبه وكرامته وكيانه وشخصيته. احنا طبعا رسالتنا ذي مو بحق شعب قطر، بس شعب قطر للاسف الشديد حصل طعنه في الظهر من بسبة سياسة دولتكم انتم يا قطر. الحين ما تقدرون تدشون مصر الا بفيزا، وطبعا بالنسبة حق الكبارية والوزراء وهم جوازات خاصة ودبلوماسية، من اللي بياكلها؟ تاكلونها انتم يا قطر. ومن طق الباب ياهل الجواب. حرام، والله حرام. كل ذي قاعد يصير لكم انتم يا شعب قطر، انتم والساكتين، انتم اللي ساكتين عن حكوماتكم. احنا ما بيننا وبينكم شيء، بس شوفوا هذه اول خطوه، وشوفوا انتم والحين العالم كله شو يقول عنكم. انتم يا قطر دعمكم للاسلحه والانقلاب في مصر والامارات والسعوديه والبحرين، واللي سويتوه في ليبيا وتونس وغيرها، كل العالم ما بينساه، وقناتكم وغيره وغيره. وانا اقدر اتكلم الحين ولا اوقف. وحتى نصيحه من عندي لكم، مو بقايل، لان انتم في الاساس لا تبون تسمعوا شيء ولا شيء، وما همكم الا الفلوس. ودائما يقول لك الصغير اللي يحس روحه منقوص، اللي يحس روحه منقوص دائما تشوفه يناقص. وهذا انتم يا قطر دائما تناقصون. عبالكم توصلون قمر، لا ما بتوصلون قمر ولا بتوصلون مكان. ولا تنسون الدول القويه اللي دار مداركم، وانتم تعرفون قصدي انا من. فيا قطر يودوا روحكم، احسن لكم قبل لا يجيكم الراش راشين. اخواني واخواتي، اتمنى عجبتكم حلقتنا لهذا الاسبوع. خلكم معانا في الاسبوع المقبل في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي شخبار.